مساء الخير. حلقة جديدة والكلام قديم هيتعاد تاني. مفيش كلام جديد يتقال على الفرقة اللي دايما مستواها بقى خلاص بقى ده المعتاد بتاع النادي الأهلي، إن المستوى يبقى زي الزفت وفيه رعونة وفيه عهر كرة بنتفرج عليه. ده بقى المعتاد للنادي الأهلي. اللي مش معتاد إن احنا نلعب كويس ده خلاص، دي بقت بالنسبة لي، دي اعتمدتها خلاص من الجيل الحالي. كلام قديم هيتعاد زي ما هو تاني في الفيديوهات اللي انا نزلتها، وهنفضل نقول نفس الكلام لحد ما نلاقي نتيجة، لحد ما نلاقي يعني نوعا ما تغيير في الفرقة. ورايحين دلوقتي نتعاقد مع لاعب من سلوفاكيا ولا من سلوفينيا، مهاجم تقريبا عنده 22 سنة. ماشي، المهاجم كويس وكل حاجة، بس احنا محتاجين فرقة. احنا محتاجين فرقة كاملة. محتاجين اقل حاجة 6 صفقات، اقل حاجة 6 صفقات او 5. ما ينفعش ننزل اكتر من كده. مفيش خالص، مفيش خالص، ولا لعيبه ولا في سنتر باكات موجوده، ولا في باك يمين كويس، ولا في حتى بعوده محمد هاني برضه انا مش حاسس باي فرق. بعوده محمد هاني برضه مش حاسس باي حاجه. رجع لي محمد هاني اللي انا كنت بتفرج عليه، انما اللي انا كنت مستنيه مش موجود. قلت مثلا ده هيرجع هيبقى كويس، هيرجع يتحسن، الكلام ده كله ما لقيتش الكلام ده كله في الملعب. ومش هلاقيه من محمد هاني. كان نفع نفسه السنين اللي فاتت دي كلها، لاعب موجود في الاهلي من 2015 مع الفريق الاول. يعني بذمتك يا اخي، ال 300 حاجه و60 ماتش باين، ولا مش عارف، ال 300 وفوق يعني ماتش اللي لعبهم. شايف ان في ماتش فعلا يذكر لمحمد هاني؟ مفيش غير ماتش بتاع بايرن ميونخ لما قعدوا بقى طلعوا اشاعات ان بروسيا دورتموند عايزينه والكلام ده كله. هو بس محمد هاني بتاع كاس عالم، بس كلام بنحرق فيه اصلا من ساعتها. يعني من ساعتها اساسا من كاس عالم واحنا قاعدين بنحرق في الكلام ده، مش هحرق فيه تاني. فبعيدا عن محمد هاني، عندك باك شمال؟ ابدا مفيش. ما عندكش باك شمال. يحيى عطية الله متصاب، معلول كده كده لسه ما رجعش. وقف على رجليه 100%. رجع من الاصابه، بس لسه واحده واحده كده بيمشي الدنيا في الملعب في التمرين. ما بينزلش تقريبا كل التمارين بتاعت النادي الاهلي. لسه برضو ما تمش يعني معافاته 100%. فانت لو قمت ملاعب لي عمر كمال على الجبهه على الجبهه الشمال، عمر كمال قدم لي حاجه؟ ابدا اطلاقا، ما قدمليش اي حاجه. بالذات في اخر الشوط الثاني كان قاعد بيعيد في نفس الكور اللي بتجيله، وقاعد بيعيد في نفس اللقطات، وحرفيا عمال بشوف مشاهد مكرره وما بشوفش اي فكره مختلفه. هو احنا عايزين نجيب الجون بالطريقه دي؟ احنا مش عارفين، احنا دماغنا قافله، مش عارفين نفكر في حاجه غير ان احنا نجيب الجون بالطريقه دي. ما عندكش باك شمال، ما عندكش سنتر باك، ما عندكش باك يمين كويس. في نص خط النص حرفيا ما فيش الا مروان عطيه اللي كان شغال كويس في الشوط الاولاني. في الشوط الثاني خلاص ما اعرفش ماله، خاب هو كمان، بقى مستواه من ضمن يعني بقى مزري زي اللعيبه اللي موجوده حواليه. كل اللي عمله بس ان كان حرفيا بيرجع بيحاول يغطي على قد ما يقدر بشكل صح، بدل رامي اللي حرفيا كل الكور بيطلع قدام. بيطلع قدام واخد دور عبد المنعم لما كان موجود بيطلع. طب عبد المنعم كان بيطلع يعمل هجمه يعني. عبد المنعم كان بيطلع بيخلينا نجيب جون، كان بيعمل اسيست، كان بيعمل اللي هو الباصه اللي قبل الاسيست. كان ليه كوره معروفه مع علي معلول، ولعب له كوره كده، لعب لعلي معلول كوره، وعلي معلول قام عاملها عرضيه تقريبا، كانت راحت لوسام ولا راحت لكهربا، مش فاكر راحت لمين. فكان ليه ادوار هجوميه كويسه بالرغم ان هو سنتر باك. انما انت يا رامي مفيش. انت مفيش يا كابتن رامي، مفيش خالص، مالكش انتاجيه قدام. ما تروحليش قدام طالما انت مش عارف تتصرف. ويا ريتك بتطلع بتبقى مجهز الناس اللي جنبك ان انت هتطلع دلوقتي. الناس بتتفاجئ ان انت مش موجود في الدفاع. ياسر بيتفاجئ ان هو واقف لوحده، وانت بتبقى قدام بتحاول تطلع بالكرة، ويا ريتك بتطلع بكرة كويسه، بتطلع تخبط في اللعيبه. مفيش اي انتاجيه خالص، ولا ورا ولا قدام. الجون الاولاني انت متسبب فيه. الجون الاولاني اللي دخل فينا انت اللي متسبب فيه. اللاعب وقف قدامك حرفيا وقال لك يا رامي انا هلعبها ار 2 على اليمين، ممكن؟ طيب شكرا، مين همديها لك على اليمين؟ انت اللي متسبب في الجون دوت. طبعا الشناوي يتحمل جزء برضه، انا مش هقول عليك 100%، وانت برضه مش 100% برضه شايل الجون. اللعيبه برضه ملامه من حواليك ان انتوا سايبين اصلا بعضيكوا وحطيتوا لاعب قصاد لاعب، وده هيشوط، وده اصلا جاي متاخر على الكوره. انت جاي اساسا متاخر على الكوره، انت مش قادر تجري يا رامي. انت مش قادر تجري تلاحق الواد قبل ما يقوم مديها لك كده، مديها لك الار 2 ببطن رجله وحطها هناك. فمفيش سنتر باك، مفيش دفاع النهارده. احنا كنا ملط. مفيش دفاع. يا جدعان انتوا هتعملوا ايه قدام الفرق التقيله اللي المفروض نلعبها؟ هتعملوا ايه مع بيراميدز؟ انا ما اعرفش احنا هنلعب مين الماتش الجاي، تقريبا الماتش الجاي بيراميدز ولا ايه، ما اعرفش. هتلعبوا الناس ازاي؟ هتخشوا في افريقيا هتكملوا فيها ازاي؟
انتوا في ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم. مروان عطيه لوحده في شوط اولاني شغال رايح جاي رايح جاي رايح جاي، عمال بيحاول على قد ما يقدر يغطي ورا رامي ويظبط خط اللعب ويظبط قصدي خط النص، وياخد من الدفاع ويحاول يربط الدفاع للهجوم، وبيحاول يعمل هجمه، يلعب كور بوش رجله، يلعب بوش رجل الخارجي، ويلعب بكور عاديه، وبيحاول يعمل اسيستات، بيحاول يعمل سيروهات، بيحاول يعمل اي مفيش. كلكم ملط، كلكم ملط. ومش هلومه على الشوط الثاني اللي ما اداش فيه كويس. ده كفايه على الشوط الاولاني يا اخي. انا مش بقول ان مروان عطيه ده فاجر واوف ومفيش منه، لا، مروان عطيه بيجي له ادوار برضه، وبيجي عليه اوقات بيبقى زي النيله واداؤه زي الزفت. بس يا جماعه مش كده، مش كده يا جماعه. مش هنفضل بالمنظر ده ورايحين نجيب مهاجم، رايحين نجيب مهاجم، ويا ريت ان كان اصلا الصفقه دي فعلا حقيقيه ولا لا. لسه لحد دلوقتي النادي ما اعلنش. كل الكلام ده ما كلام سوشيال ميديا. طب في الهجوم يا معلم بنلعب بمهاجم وهمي حرفيا، حرفيا مهاجم وهمي. احنا مش اللي هو مهاجم الوهمي يعني انا عارفه. مثلا يا عم هقول لك مثلا على حد يعني فاهم. انا فاهم احسنت ليه على حد ذاكرتي يعني اقصد. المهاجم الوهمي مثلا كنت ممكن اشوف فيرمينيو في ليفربول مثلا، الثلاثي بتاع ماني وصلاح وفيرمينيو. كنت ممكن الاقي لا، فيرمينيو بيسقط لتحت، فيرمينيو بياخد كور من تحت، بيشتغل تحت. مش كل الكور بيبقى فيرمينيو، بس فيرمينيو ما كانش بيبقى راس حربة قوي. راس حربة دي ما شفناهاش الا بعد ما فيرمينيو مشي وضرب مايونيز جه والكلام ده، يعني نونيز انا بقلش ما علينا. ايه القرف ده؟ ايه الخرا اللي انا قلته؟ ما انا اسف. فشوفنا الكلام ده بقى يعني بعدين تمام. طيب انت دلوقتي فين المهاجم اللي انت حاطه ينزل يستلم من تحت ويطلع قدام ويكمل لعب؟ مفيش حرفيا. المهاجم اللي انت حاطه اللي هو المفروض مهاجم وهمي هو مهاجم وهمي. انا مش شايف حد. سوري لسه واكل مش قادر يعني الحموضه فاهم، لسه الصلصه طابقه على ما علينا. فمفيش. طب جناحاتك فين يابا؟ فين يا حبيب قلبي؟ فين الجناحات؟ فين الوينجز؟ فين الوينجز بتاع وينجز؟ عارف الجناح؟ فين الجناح؟ فين حسين الشحات؟ حسين ملط، حسين ملط. مفيش. مش شايف حاجه من حسين. حسين ما بيعملش حاجه، ما بينيلش حاجه. حتى عمر الساعي اللي النهارده كنت المفروض حاطط املي فيه ان هو تمام، ده انا لقيته بقى في التشكيله الاساسيه قلت بقى هو ايوه بقى هو ده الكلام. عمر الساعي خد اساسي النهارده وهنلعب ونظبط الدنيا. لعب الماتش اللي فات كان كويس وقلنا خلاص هو عمر الساعي النهارده هيكسر الدنيا. نزل النهارده. محتاجين صفقات، محتاجين صفقات، مش محتاجين صفقة ولا اتنين، محتاجين كتير، محتاجين كتير. حرام عليكم. في ناس، طب انا افككم من ميتين اهل. انا يا جدعان انا كده كده مش هتسمع، واللي بيتفرج على الفيديو ده كده كده عارف ان انت لقيتني بالصدفه عشان انا هنزل ريلز كتير وكلام من ده شورتس وكده. فانت لقيتني بالصدفه، انت دخلت من على لينك انا بشيره على الانستجرام ولا على الواتس ولا الانستجرام تحت، لو عايز تخش تعال. فكده كده انت يعني فاهم هتتعرف عليها النهارده بنسبه كبيره. اللي جاي بيتعرف عليها النهارده، فكده كده الكلام مش هيوصل، كده كده الكلام مش هيسمع. طب فين الناس؟ طب انتوا ما بيسمعوش الناس اللي هي على السوشيال ميديا اللي كلامها فعلا مسموع وفيها ناس بتتابعها كتير؟ عادي طلعان عين اهله في فيديوهات الصفقات يا اداره يعني مش عارف ايه، وقعد عمل لك فيديو بالصفقات اللي فاشله في عهد مش عارف خطيب ومش عارف كذا. ما بتسمعوش الناس دي بجد؟ بجد ما بتسمعوش دي الناس دي يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ يا جدعان في ايه؟ مش منطقي اللي احنا فيه ده، مش منطقي. لعيبه ادائها زي الزفت، وانت ولا رابط اوضه اللبس ولا مخلي المدير الفني يعني متحكم 100% في اللعيبه اصلا. وده حوار تاني انا هتكلم فيه بعدين، ممكن اتكلم فيه في فيديو تاني، لان الموضوع ده بجد مهم بالنسبه لي وما اعتقدش في حد اتكلم فيه اصلا على الميديا. وهو كمان برضه حوار يخص مدير الكوره وحوار السيطره على اوضه اللبس والكلام ده كله مفيش حد اتكلم فيه على فكره في الفيديوهات، وانا متابع كويس جدا. ولا فيديوهات على اليوتيوب ولا على السوشيال ميديا في بوستات اتكتبت ولا اي حاجه خالص. انا ده من وجهه نظري بس. في حته كده هنتكلم فيها بعدين. فانت مش ضابط اوضه اللبس، عندك لاعب زي اكرم توفيق بتنك عليك وكان عايز ياخد فوق ال 30 مليون تقريبا، انا مش عارف عايز ياخد 30 مليون ولا 40 مليون. وهو اداؤه الصراحه ما يجيبش اساسا، يا دوبك اخره 20 معايا، اخره 20 مليون معايا بجد بمعنى الكلمه. ده انتوا كده تبقى اداره فاشله لو اديتوا له 20 مليون. اداؤه مش حلو. وخلاص اكرم بتاع الجرينتا والروح والكلام ده خلاص ما بقاش موجود حتى النهارده.
راجع تحركات اكرم في الماتش. طبعا مفيش حد هيراجع، بس يعني انا بتكلم مفيش حد هيراجع ورايا، يعني اللي اتفرج على الماتش اتفرج وما اتفرجش خلاص. بس تحركات اكرم النهارده، خايف يخش في التحامات والله العظيم ثلاثة، خايف يخش. اكرم كنا بنلاقيه بيعمل التاكلينج من على فاهم، يعني مثلا اللاعب جاي عليه فاهم، نازل من على نزله الدائري فاهم، من ناحيه الكورنيش بتاع السلام الدولي فاهم، هو بقى من قبل السلام الدولي كده وهو جاي من المعادي بيعمل التاكلينج من هناك فاهم، وداخل لاحم فيه وما بيعرفش ولا يملص يمين ولا شمال. ده بقول لك لاعب جاي من على الدائري فاهم، ده جاي من عند فاهم المحكمه الدستوريه وقام جاي لازق فيه بالتاكلينج. دلوقتي مفيش خالص، مفيش. انا اكرم بجد مفيش. اكرم خاف على نفسه. اكرم مستني وخايف على نفسه، مستني العروض اللي هي جايه من بره، عايز يبقى يعني نكونفيرم الاول، نعمل كونفيرم كده ونمضي والكلام ده كله ونمشي، نروح بقى نعمل الجرينتا دي بره. يا عم اقعد هناك يا عم، اشرب لي كرك وفاهم واحط رجل على رجل واعيش حياتي واروح العب منتخب مصر عادي جدا يعني. انما العب دلوقتي والعب بالروح بتاعتي واتصاب، فبالتالي ممكن العرض بتاعي ده يفشل ولا ما يجيليش ولا مش عارف إيه. لا يا عم، انا مستقبلي احسن. بص المستقبلي احسن. وناس طبعا بتطلع على الاعلام وعلى السوشيال ميديا القليل يعني، من ضمنهم كابتن عصام الحضري. يعني برضو انت ادرى يعني في الحاجات دي، بيقول ان انت طبعا النادي اللي جاي، العرض اللي جالك من بره، من خليج باين، ما اعرفش جاي من قطر ولا منين. طبعا بالنادي الاهلي كله لا مش عارف ايه. ما انت ادرى في الحاجات، ما انت ادرى في الحاجات بنت الكلب دي. ما كده انت كده كده اصلا قماشتك زباله، فمش هتفرق. خليها بس يا عم، بلاش الحته دي، بلاش الحته دي، انت كده كده مواقفك زباله. تمام. خلينا يا باشا، مش عايزين نشتم في حد ومش عايزين نقل ادبنا على حد، عشان برضه ايه ما نتاذيش يعني ولا حاجه يعني. خلينا كده في السليم. لعيبه النهارده اقماع، واقفه في الدفاع اقماع، ما بيعملوش حاجه. طلعت بكام كوره كده تحاول تدي حلول قدام، مفيش. حتى لعيبه اللي نازله لك من على الدكه قفشه، هو اللي معاه مفتاح العقد وحل المشاكل، وهو اللي مش عارف بيعمل ايه في الملعب ويغير شكل المباراة ومش عارف ايه. اقسم بالله قفشه النهارده نازل متسقط له ويندوز. قفشه النهارده نازل اقسم بالله النسخة بتاعته واقعة. عارف انت اما تيجي الويندوز يقع فاهم وانت تحتاج تسطب واحد تاني، اقسم بالله قفشه نازل النهارده عامل كده، مش فاهم حاجة. دي دماغه فاهم يعني، مش بكلم عليه شكلا لا، يعني هو دماغه عامله كده. عامل ايه؟ وايه ده؟ هي الكوره جايه منين؟ اعمل ايه دلوقتي؟ حقول انا فين ياما مفيش خالص، مفيش. قفشه نازل النهارده ملط. الكوره بتتبصاله بيتكعبل فيها، بيحاول يطلع بهجمه بيطلع بيها غلط. طب الافكار يعني، هتقول لي طب الافكار اكيد عمل افكار في الملعب، لا هي فكره واحده بيحاول يعملها. بيلعب هو على اليمين، هو اللهم صل على النبي، الواد اللي اسمه ايه، استنى هبص لك في التبديلات اللي حصلت. محمد عبد الله. محمد عبد الله اللي كان نزل على اليمين، نزل على الجبهه اليمين، معاه كوره هو على اليمين. قفشه بيبقى واقف على اليمين، يقوم مدي الكوره لمحمد عبد الله، محمد عبد الله يديها له تاني. طيب قفشه يشوف محمد هاني جاي من على اليمين من ورا محمد عبد الله، يقوم مدي له الكوره. طيب نروح عاملين كده، نحاول نعمل عرضيه، حرفيا عرضيه. قعدنا تقريبا اخر ربع ساعه في الماتش ولا اخر تلت ساعه في الماتش بنحاول نعمل عرضيات من على الجبهه اليمين، من جبهه محمد عبد الله وقفشه وهاني على اليمين. طيب جت ما جاتش. طب احنا بنعمل عرضيات لمين؟ لاتنين بس جوه في الدفاع، يعني اتنين جوه دفاع فاركو، امام عاشور ومحمد سمير بس. ما بنعملش تاني العرضيات، لا هو الاتنين دول احنا شايفين الاتنين دول جوه مقفول عليهم، حواليهم اربع خمس مدافعين واقفين قافلين الدنيا، هنقوم عاملين لهم العرضيات ليه؟ لانه احنا بنتعامل معاهم على ان ده ليفاندوسكي وده رونالدو الظاهره، فهيجيبوا الاجوان بسهوله. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هوقع الموبايل. انا مش عارف، انا كل فيديو لازم بزق الموبايل وانا بصور، مش عارف ليه. يعني اتمنى ما تكونش الزاويه باظت أو لا باظت، يعني اتمنى تكون كده تمام. نرجع للموضوع تاني. فبتعاملوا معاهم على انهم ده ليفاندوسكي وده كريستيانو رونالدو، هنعمل العرضيه من هنا يقوموا طالعين سبع ادوار فوق ومدين في الجون ولا اي حاجه. طيب من بلاش من على الجبهه اليمين، تعالى للجبهه يعني تعالى لنص الملعب، تعالى في وش الجون فاهم، خليك كده في وش الجون فاهم، بدلاش من الجبهه دي، لا في وش الجون.
نلعب كده بره الصندوق، قدام الصندوق، وبرده امام عاشور ومحمد عبد الله جوه. قصدي سعد محمد جوه، ولا محمد سعد اسمه ايه؟ ايه اللي محمد سعد؟ اسمه سمير محمد. انا اسف، ما حقك عليا. فنبص نلاقي امام عاشور وسمير محمد، نحاول نلعب لهم الكوره من العمق. طب بنلعب صح؟ لا. طب بنستلم؟ لا. طب ممكن يبقى فيه مرونه شويه؟ لا. نقوم عاملين ايه؟ نقوم ناقلين على الجبهه الشمال. مين الجبهه الشمال عندنا؟ عندنا حسين الشحات وعندنا عمر كمال، وبرضه بيحاول يضم معاهم محمد مجدي قفشه. طيب بنعمل حاجه؟ لا. بنستلم؟ لا. الشحات بيعدي بيفتح له عمر كمال علشان يباصي لعمر كمال، بيباصي لعمر كمال؟ لا. بيأنن، بيخش، بيحاول يرقص، بيقع، بيتكعبل، الكرة بتيجي علينا بهجمة. اقسم بالله فاركو علشان ما عندهمش خبرة في الهجوم بشكل كافي، اقسم بالله كان في كور كتيره جدا خطيره بمعنى الكلمه جت على النادي الاهلي، بس للاسف ما اتنفذتش بجون. في واد اسمه الملاح نزل تبديل، واد بشعر كده اسمه مش عارف محمد الملاح باين ولا مش عارف ايه، الواد ده نزل، يعني الواد ده لوحده نزل. مش هقول طبعا ان هو عمل شغل جامد وكده، بس يعني مش هطبل له جامد، بس تحركاته كويسه مش وحش. الواد ده يعني جسمه كويس، بيحارب، فاهم اللي هو يعني عنده حته كده برضه بيحاول، فاهم. وبرضه الكرة بتطلع من رجليه ما بتبقاش وحشه. او مش عارف اقول لك، يمكن مثلا الفاركو كلها الكرة بتطلع من رجليها مثلا بشكل وحش، بس المشكله في الدفاع. والله العظيم يا جدعان، ياسر اتخض النهارده كميه خضات من رامي، انه فجاه بيجي يبص جنبه بيلاقي الحته دي فاضيه، او يجي يبص كده يلاقي الحته دي فاضيه، بيلاقي نفسه في الخلا، بيلاقي نفسه في الهو. والله كنت حاسس ان ياسر ابراهيم كان بيبص يلاقي نفسه في العدم، العدم ثم محمد الشناوي ورا. مفيش حد هيشيل الكرة غير ياسر، هو اللي هيشيلها، وما بيشيلهاش في معظم الاوقات، لان اللي بيلحقوا مين؟ مروان عطية، ولا بيجي حد من خط النص وبينزل. افتقار عندنا يعني فقر شديد جدا حتى في التبديلات، ان احنا قمنا منزلين ندفد بدل مش عارف نزلنا ندفد بدل مين، نزلناه تقريبا بدل مروان عطية. كنت كاتب مش عارف نزلناه بدل مروان عطية. ندفد ولا عمل اي اضافه ولا عمل اي نيله خالص. ما انت مستني ايه من ندفد؟ انت مستني ايه من ندفد اذا كان مروان عطيه كان بيأدي في الشوط الثاني زي الخرا؟ ما انا بقول لك هو كان في الاول بس كويس، الشوط الثاني كان بيأدي زي النيله. فمش عارف هنقعد نصيح كده لحد امتى، مش عارف. نقفل على الحته دي، يعني فيديو 17 دقيقه. هقفل على الحته دي كده، هقفل لحد هنا، مش هكمل تاني في الفيديو. في جزء تاني انا عايز اصوره خاص بالمترجم بتاع مارسيل كولر، وخاص باللي حصل بعد المؤتمر الصحفي الماتش اللي فات، بعد ماتش اورلاندو. انا ما قعدتش لحد ما المؤتمر خلص، فما كنتش اعرف الاحداث ما عرفتش اصور اليومين اللي فاتوا دول وانزل الحلقه. فكان بس ايه يعني، هعمل فيديو دلوقتي، الفيديو ده هينزل خاص بالماتش، وهنزل فيديو تاني هصوره دلوقتي. انا هقفل دلوقتي وهصور الفيديو تاني بقى، عايز اتكلم باستفاضة وبهدوء على موضوع المترجم، وهنلحم فيه ممكن شوية تفاصيل كده ايه بسيطة، وبإذن الله الفيديو ما يبقاش طويل. لا مؤاخذة طولت عليكم، واتمنى ان الحلقة اللي جاية بإذن الله يعني يكون فيها جديد يذكر. انا ما اعرفش الماتش الجاي هيبقى مع مين، بس باذن الله الماتش الجاي يبقى فيه جديد يذكر. ان اقعد اقول ايه حلقه جديده، مش اكيد مش هقعد كل مره اطلع اقول السلام عليكم حلقه جديده بس الكلام قديم هيتعاد. مش ناقصه، انا اصلا جدان لوحدي، فمش عايز اجددك معايا اكتر من كده. نقفل الفيديو، استنى الفيديو التاني، وكفيديو مهم. فيديو ارجوك لو وصلت الحته دي معايا في الفيديو اللي قبل ما اقفل، انا مش انا بطول معلش، انا اسف، انا هراي، انا اسف، حق عليا. لو وصلت معايا للحته دي، استنى بجد الفيديو التاني اللي انا عايز انزله، لان في كلام مهم وفي وجهه نظر معينه كده ما اتذكرتش كمان. عايز اتكلم عن مدير الكوره، ففي حته كده ما اتذكرتش كمان تخص مدير الكوره. تقول لي طب ايه علاقته بالمترجم؟ هتعرف بس اتقل. بس ارجوك بعد اذنك، طالما اتفرجت على الفيديو ده وكملت لحد الاخر، عايزك تروح تشوف الفيديو اللي انا هنزله، لان بجد فيديو مهم بالنسبه لي. انا مش فارق الفيديو ده يجيب فيوز، بس الفيديو التاني لازم يجيب فيوز بالنسبه لي، يعني اقل حاجه 100 لو عرفت. تمام، يلا اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.